هو ليه احنا بنبدأ حاجات كتير وما بنكملهاش؟ ليه بنحمس نفسنا يومين تلاتة وبعدها نرجع تاني لنفس النقطة؟ المشكلة مش إننا مش قادرين، المشكلة إننا مستنيين الإحساس، مستنيين نحس بطاقة، مستنيين نحس بحب للحاجة، مستنيين يجيلنا مزاج. بس الحقيقة الانضباط الذاتي ملوش علاقة بالمزاج. الانضباط إنك تعمل اللي لازم يتعمل حتى لو مفيش رغبة، حتى لو مفيش حد بيراقبك. أكتر حاجة بتهد أي إنسان مش الظروف ولا الناس ولا قلة الإمكانيات، أكتر حاجة بتهده إنه مش ثابت. كل يوم قرار صغير يا إما يقربك من النسخة اللي نفسك تبقى عليها، يا إما يرجعك لورا خطوة. الانضباط مش معناه تحرم نفسك من الحياة، بالعكس هو اللي بيديك حرية بعدين. لما تلتزم في وقت الشغل بترتاح وانت بتستمتع، لما تلتزم في صحتك بتعيش أقوى، لما تلتزم في تطوير نفسك بتبقى واثق من نفسك. إنما العشوائية شكلها حرية بس نتيجتها فوضى. الانضباط الحقيقي بيبدأ من الحاجة الصغيرة، ميعاد نومك، طريقة كلامك، رد فعلك وقت العصبية، التزامك بكلمة قلتها. مش لازم تبدأ بخطة عملاقة، ابدأ بحاجة واحدة بس، حاجة بسيطة جدا، وتوعد نفسك إنك مش هتخونها. لأن كل مرة بتخلف وعد مع نفسك ثقتك في نفسك بتقل، وكل مرة تلتزم حتى لو محدش شايف كرامتك قدام نفسك بتعلى. الانضباط مش قسوة، هو احترام، احترام لوقتك، احترام لعقلك، احترام لحلمك. واكتر حاجة لازم نفهمها ان الانضباط مش شعور بيجي فجأة، هو قرار بيتكرر معاك كل يوم. اللي يعرف يسيطر على نفسه مش محتاج يسيطر على حد،